السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم. اليوم حبوباتي راح نشارك معكم وصفة الكيك ولا كيك المحلات. يجيكم خفيف ريشة اسفنجي طالع، يجيكم بنين 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 احسن من تاع المحلات. الا حبيتوا تنجحوا في الوصفة ما عليكم غير تبعوا معايا الفيديو الاخير بكل التفاصيل، وانا متاكده بلي راحين تعتمدوا الوصفة وتنجحوا فيها. وقبل ما نبداو ما نساوش الصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. نطلب منكم طلب حبوبتي، إذا عجبكم الفيديو ما تبخلونيش من هذاك الجام. واشتركوا في القناة إذا كنتوا أول مرة تشوفوا قناتي مباشرة. راح نمروا للمقادير وطريقة التحضير. بسم الله نبداو مع بعض في الوصفة. مقادير البنات مضبوطة جدا لهذا المول، والمول اللي يكون مدور. أول حاجة نجيبو المول هذا تاع الموسكوتشو، ندهنوه مليح بالزبدة ونزيدو له رشة من الفرينة ونحطوه في الثلاجة من التحت، نخلوه بيد ما نكملو الخلطة نتاعنا. اللي تحب دير في المول المدور هذاك المول اللي عندنا كامل راح نوريكم بعد في الفيديو، تقدر دير فيه. هنا عندنا 4 حبات تاع البيض. المقادير مضبوطة جدا البنات، حتى الفرينة حاعطيها لكم مقادير مضبوطة جدا. 4 حبات تاع البيض نزيد لهم كأس إلا ربع من السكر، نزيد لهم رشة تاع الملح، ونبداو نخلطو مليح في هذاك البيض والسكر بالضراب الكهربائي حتى يطلع معنا مليح الخليط ويولي القوام نتاعو رغوي ومايل للابيض. اللي ما عندهاش الضراب الكهربائي تقدر تستعمل الضراب اليدوي، فقط تخف يدها في العمل وتحاول تذوب هذاك السكر تاعها مليح مليح. هنا راح نزيدو ملعقة صغيرة من الفانيليا، سواء كانت بودرة ولا ليكيد. هنا راح نزيدو كأس إلا ربع من الزيت. كيما شفتوني زيت البنات راني ندير فيه بالتدريج هكذا باش ما يبقى لي القوام نتاعي خفيف تاع الكيك. طبعا انا نحط فيه وانا نضرب هكذا حتى نكمل كمية كامل. بعد ما تجانس هذاك الزيت مع الخليط راح نزيدو كأس إلا ربع من الحليب اللي يكون بدرجة حرارة المطبخ، ونضربه بنفس الطريقة. الحليب نضيفه على ضربة. للبنات رايح نزيد مبشور الليمون اللي هو اختياري، راح يعطيها بنة روعة. اللي ما عندهاش الليمون تقدر تستغنى عليه، يعني الفانيليا راها كافية. وهنا البنات راح نزيدو ملعقة من عصير الليمون، ملعقة كبيرة. اللي ما عندهاش عصير الليمون تستبدلها بملعقة كبيرة تاع الخل، سواء كان أبيض ولا أحمر. نخلطوهم مع الخليط ونبداو نضيفو في النواشف اللي هو الفرينة. بالنسبه للفرينة رايحين نغربلوها، والكميه تاع الفرينة رايحين نحطو 2 كيسان ونص البنات تاع الفرينة، يعني هاد الكميه مضبوطه جدا. 2 كيسان ونص تاع الفرينة اللي كنا غربلناهم. ونزيدو 2 أكياس من خميره الحلويات. هي تاني نغربلوها. نخلطوها مبدئيا مع الفرينة، ومن بعد نبداو نخلطوا الفرينة مع هذاك الخليط السائل. راح نتحصلوا على قوام يكون ثقيل نوعا ما. القوام نتاع الكيكه البنات ولا تاع الموسكوتشو ما يكونش خفيف بزاف، يكون نوعا ما ثقيل. راح نحكي لكم على الحجم نتاع الحبه تاع البيض. ديروا الحبه تاع البيض تكون كبيره هكذا باش نتحصلوا على نتيجه رائعه. نخلطوا مليح وهاوليكم القوام نتاعي كيفاه راهو، كيما راكم تشوفوا في الفيديو.
رايحين نحطوه في المول هذا اللي كان في الثلاجة، ولا تقدروا ديروا في هذا المول الدائري ولا هذاك اللي ما يكونش فيه يعني هادو الاشكال من الداخل، يكون يعني على صبة واحدة كامل عندنا في البيت. نحطوا الخليط مباشرة البنات، نحاولوا نحطوه في كل الجهات بطريقة متساوية. بعد ما نكملوا البنات رايحين نهزوا المول تاعنا نخبطوه كما راكم تشوفوه هكذا باش يمشي لنا العجين في كل الأطراف. وبعد ما نطيبوها البنات من التحت ونشوفوه باللي بدا يحمر لنا من الفوق، نجيبو سكين ونحاولوا ندخلوها لداخل. وإلا كان خرجت لنا شي سكين ناشفة يعني الكيك تاعنا راهو طايب، وإلا خرجت لنا مشمخة نعرفوا باللي الكيك مازال يحتاج للطياب، نعاودو نرجعو نطيبوه. انا لقيتها ناشفة، عاودت شعلت الفرن من الفوق، حمرت الكيك نتاعي. شوفوا كيف خرج لي روعة يا البنات ما شاء الله، جاني عالي جاني خفيف جاني يعني ما جانيش مخمر من داخل. يعني الا تبعتوا هاد الخطوات اللي مديت لكم البنات خصوصا الطياب البنات بالنسبه للكيك، حطوه في الرف الوسطاني وطيبوه من التحت حتى يطيب لكم مليح، يعني حتى تشوفوا الوجه نتاعو من الفوق بدا يحمر والاطراف نتاعو كامل حمر. بعد ما يبدا يحمر لكم الوجه من الفوق البنات حطوا السكين هذيك. الا خرجت لكم ناشفه راهو طايب، وإلا خرجت لكم مشمخه عرفوا بلي الكيك تاعكم مازال يحتاج للطياب، عاودوا رجعوه يطيب. بعد ما يطيب لكم مليح البنات شعلوا له من الفوق وحمروه تحميره خفيفه. وبعد ما يبرد معاكم قطعوه. شوفوا النتيجه يا البنات روعه، نتيجه من اروع ما يكون، نتيجه خياليه. انا متاكده الا حبيتوا ديروا الكيك وتعتمدوا هاد الوصفه، متاكده بلي راح تعتمدوها ومستحيل تستغنوا عليها، لانها وصفه رائعه. يجيكم خفيف، يجيكم بنين، يجيكم مروعه كما يحبوا الخاطر. هاد الوصفة للناس اللي معمرهمش نجح لهم الكيك ولا عندهم مشكل في الكيك ولا في المسكوتشو، تقدروا ديروا هاد الوصفة وعينكم مغمضين. الى جاكم فيديو حبوباتي ما تبخلونيش من هذاك الجانب، اشتركوا في القناة باش هكذا يوصلكم كل جديد مع تفعيل زر الجرس. شاركوا الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاحباب باش تعم الفائدة وباش يوصل الفيديو لاكبر عدد ممكن من المتابعين. رايحة نخليكم حبيباتي الى الملتقى في فيديو اخر وفي وصفة اخرى.